عام 2025 كل الأنظار تتجه نحو المغرب، حيث يستعد الأسود لمنافسة تاريخية جديدة. الملايين يحلمون بالكأس، والملاعب على موعد مع صيحات الجماهير الحمراء. لكن السؤال الأهم: من سيحمل قميص الأسود؟ ومن سيصنع المجد؟ اليوم سنبني معنا التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا 2025. مستعدون؟ لنبدأ من الخلف، حيث تبدأ كل قصة نجاح. نبدأ من حراسة المرمى. ياسين بونو، لاعب الهلال السعودي حالياً وخبير الملاعب الأوروبية سابقاً مع إشبيلية. يتميز بونو بردود أفعال سريعة، هدوء تحت الضغط، وخبرة كبيرة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2022. قلب الدفاع نايف أكرد، المدافع المتألق مع وست هام الإنجليزي. يمتاز بالقوة البدنية، دقة التمركز، وقدرته على إخراج الكرة بسلاسة من الخلف. في قلب الدفاع نضع ثقتنا في آدم ماسينا، المدافع القوي الذي يتمتع بطول فارع وصلابة بدنية. ماسينا عرف بقدرته على قطع الكرات الهوائية وإغلاق المساحات أمام الخصوم، وهو خيار استراتيجي للمغرب في هذه البطولة. الظهير الأيمن أشرف حكيمي، المرشح الأول للكرة الذهبية، لاعب باريس سان جيرمان، يتمتع بسرعة فائقة، قدرته على تقديم العرضيات وصناعة الأهداف، وفاعليته في الركلات الثابتة. حكيمي هو السلاح الهجومي الخفي للأسود. الظهير الأيسر نصير مزراوي، اللاعب المرن القادر على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، نجم مانشستر يونايتد، يجمع بين القوة الدفاعية والتحولات السريعة نحو الهجوم. دوره سيكون حاسماً في مواجهة الأجنحة السريعة. وفي الارتكاز نراهن هذه المرة على اسم جديد يخطو بثبات نحو النجومية، نايل العيناوي، لاعب يملك قتالية عالية وقدرة على افتكاك الكرات وبدء الهجمات بسرعة. يتميز بذكاء تكتيكي يجعله دائما في المكان المناسب. العيناوي قد يكون المفاجأة التي يحتاجها المغرب في كأس إفريقيا. ومعه عز الدين أوناحي، النجم الذي يمتاز بالرؤية الواسعة والتمريرات الدقيقة، بالإضافة إلى مهارات المراوغة والاختراق من العمق. يمثل القلب النابض للإبداع. وفي مركز الوسط المتقدم نضع ثقتنا في بلال الخنوس، الموهبة المغربية الصاعدة بسرعة الصاروخ. يملك نضجاً كروياً أكبر من سنه، يتميز بقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة وصناعة الفرص بلمسة واحدة، ورؤية لاعب استثنائية. أما في الجهة اليمنى من الهجوم فهنا نضع الرهان على إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، يتميز بمهارات فردية رائعة، سرعة كبيرة، وقدرة على المراوغة في المساحات الضيقة. ما يميزه أيضاً أنه يصنع الفارق بتحركاته الذكية ودخوله بين الخطوط. على الجهة اليسرى يظهر عبد الصمد الزلزولي، الجناح الذي يعتمد عليه الجمهور كثيراً بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الفنية. الزلزولي قادر على اختراق الدفاعات من الأطراف، مراوغة الخصوم واحداً تلو الآخر، وصناعة فرص خطيرة للمهاجمين. وفي قلب الهجوم نضع الثقة في أيوب الكعبي، هداف المنتخب المغربي ولاعب أولمبياكوس اليوناني الحالي. الكعبي يتميز بحركة ذكية داخل منطقة الجزاء، قوة تهديفية رائعة، وقدرة على التسجيل في أصعب الظروف. لكن هذه ليست سوى رؤيتنا. ماذا عنكم؟ هل تتفقون مع هذه التشكيلة؟ هل تفضلون لاعبين آخرين مثل حكيم زياش أو إلياس بن الصغير؟ اكتبوا تشكيلاتكم المثالية في التعليقات، واضغطوا إعجاب واشتراك لتصل لكم كل تحليلاتنا قبل انطلاق البطولة. كأس إفريقيا 2025 قد تكون البطولة التي يكتب فيها المغرب التاريخ مجددا. فمن سيكون بطلها الأول؟